إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. اللي حضرتك شفته من شوية وهتشوف في خلال الحلقة دي كمية كسوف وخزي وعار لأي مصري شريف. أب مصري بيهلل باسم حكام العرب والإخوة الأشقاء، وزوجة ماسكة طبلة بتطبل اللي هو بيقول، وأولاد ورا شغالين يهللوا ويرددوا زي النبطشية ورا أبوهم وأمهم. ومع السلامة سمعة المصريين وكرامة أي مصري قدام العرب. علشان فجأة الرقص والطبل والتهليل يقف. اديني اخواته كلهم. طيب تفتكر الرقص ده وقف ليه؟ حي عين ولاد الكويت، حي عين ولاد الكويت يا اخواتي، حي عين الكويت، حي عين ولاد الكويت حبايبنا اقسم بالله. يسعد دين ولاد الكويت. بالظبط زي ما سمعت لو كنت سمعت، علشان دخل كويته في الطريق، فابتدى الاب يقول لوالدته الستينيه المسنه ادعي لولاد زايد يا حاج، دورهم خلص هنا، في كويته دخلوا في الطريق، علشان الحاجه تبدا تدعي لولاد زايد. ادعي لولاد زايد يا حاج. حي يا اخواتي بالله عليكم. وسط المهازل دي كلها لا زال ناس كان عندها نخوه وكرامه وغيره على بلدهم، ابتدت تهاجمهم وتنتقدهم وتغلط فيهم على اللي هم بيعملوه، علشان الست الام المدرسه اللي ماسكه الطبله تبدا تقول للمشرفه والنبي اقفي معايا الساعه دي يا ريم، الساعه دي ساعه رزق ومش عايزين وقف حال من الشتايم دي زي ما هتشوف كده. يا ريم بالله عليك يا ريم خليكي معانا شويه. يلا يا ريومه ركزي للتعليقات يا ريم بالله عليك. يلا بالله عليك يا ريم ركزي معايا، خليكي معايا الساعه دي معلش. يلا معلش يا ريم. فينزل الاب من على المسرح، اقصد من على اللايف، ويسلم ابنه النبطشيه ده لسبب وجيه هتعرفه كمان شويه، ولكن الابن ما شاء الله فاق ابيه في التهليل. راح رامي كلمتين كده من تحت لتحت، طب بلدك ايه؟ طب علمك ايه؟ انجز. حد هيطلع يقول لي طب ما يمكن يا عم محمود بيحبوا امير الكويت. ممكن والله، وممكن كانوا بيحبوا امير الامارات، ممكن حتى شوفوا هم بيحبوا امير الكويت. عمرك ما هتشوف ثبات على المبدأ اكتر من كده. غيروا 3 حكام وهم واقفين في اللايف، نفس البانر اللي جواه برواز بنفس الكلام مع اختلاف اسم الحاكم او الامير والدولة بتاعته. حد هيطلع يقول لي طب ما يمكن يا عم محمود بيحبوا امير الكويت. حتى هفرجك على جزء من اللايف دلوقتي اثناء تبديل امير الكويت بامير قطر. هم دول اولاد تميم، اولاد تميم بنحلم. الله يحميكم. اسمعوا، تخيل كاتب الكلام كوبي بيست وما اداش لنفسه وقت ان هو يقراه اصلا. مش في مغفلين من هناك بيدفعوا، ما هي المشكله يا عم نقرا ايه بقى؟ هي الجملتين دي بقى لاي امير فيهم، يعني بدل بارك له في مسعاه قال لك بارك له في مسماه. ما شاء الله مفيش وقت. اولاد تميم اسمعي يا اولاد تميم، سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني. يا قلبي الله يسعدك يا ساره. اللهم احرسه بعينك التي لا تنام. امين يا رب. وسدد خطاه يا ساره. وبارك له في مسماه. طيب ايه يا اب يا مصري يا رجوله يا محترم، مش هتزيط بقى وتطبل شويه لاولاد قطر وتميم والناس دي هيسحبوا الفلوس تاني. علشان الامير تميم يكون تميمه اللايف، فيبداوا يزيطوا بالشكل ده. لا هو من ناحيه التصوير فانا صورت، ما تقلقوش، ما تخلوش حد يصور.
عمرك شفت كويتي، سعودي، اماراتي، بحريني، سوداني، اي حد مسك صوره لرئيس مصري ايا ما كان حقبته كانت سنه كام وابتدى يهلل ليها؟ عمرك شفت المشهد ده غير في مصر؟ بقول لك ايه، اوعى تقول لي اصل الفقر يعمل اكتر من كده. الفقر عمره ما يخليك تتنازل عن كرامتك، عمره ما يخليك تتنازل عن مبادئك، غيرتك على بلدك كراجل مصري. الفقر ايه اللي يخليك تطلع مراتك تمسك طبله وتقعد تطبل لحكام العرب؟ انتوا متعمدين تكسفوا مين يعني؟ بتكسفوا مصر كمصر قدام الناس. وعايز اثبت لك خلال الفيديو ده لو ما كنتش سافرت بره مصر في الدول اللي هم بيمجدوا بيها دي، قد ايه انت بتتشاف في صوره سيئه بسبب الناس دي. انا مش هتكلم بنفسي، بس الناس اللي مسافره بره هتكتب لك في الكومنتات تحت، وبقى انزل بص على الكومنتات شوف بيتقال علينا ايه بسبب الناس دي. على النقيض يا عزيزي، وانا بقلب في لايف بعد ما خلصت اللايف بتاعهم، الاقي اللايف اللي هتشوفه دلوقتي واللي افضل حاجه هختم بيها الفيديو ده، لان مفيش كلام بعد اللي هتسمعه دلوقتي. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه